بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المحترمون والمحترمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا أحمد شريف، راجيا سيداتي سادتي أن تكونوا دوما في أمان الله وحفظه. هذه الحلقة رقم 244 بحمده تعالى، ونبدأ الحلقة كالمعتاد بآية من الذكر الحكيم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. أتشرف دوما أن ألتقيكم أسبوعيا أيها الأحباب في هذه القناة المباركة. اليوم عنوان الحلقة إن شاء الله سيكون تحت عنوان التدافع الثقافي واللغوي في المهجر. وهذه ورقة قدمها البروف دكتور إدريس محمد عثمان أرتعة للجالية الإريترية في مدينة ميلبورن في المنطقة الغربية، وكانت محاضرة في غاية الأهمية. وتعميما للفائدة أنا دعوت الدكتور ليقدم لنا الورقة كما قدمها للجمهور الكريم. دكتور أرتع، أهلا ومرحبا بك في قناتك، قناة سلام الإعلامية المباركة. أنا سأتيح لك المجال كاملا وليس لي أي مداخلة، لكن فقط أود أن نؤسس للندوة. ما هي دوافع ومنطلقات هذا العنوان الخطير والكبير والهام في وضع سياسي تتنازع الواقع الإريتري سياسيا واجتماعيا وغير ذلك، ولكن الثقافة هي حلبة التدافع الحقيقي في مضمار العمل الوطني الكبير. فما هي الدوافع والمنطلقات دكتور في إيجاز، ثم تبدأ في الورقة إن شاء الله. وأهلا ومرحب بك قبل هذا وذاك. في البدء أخي الكريم والأستاذ الإعلامي والشاعر والأديب الأستاذ أحمد شريف إدريس، صاحب هذه النافذة التي تخدم اللغة العربية، وإن قل أيضا العمل، لكن القليل الذي يستمر خير من كثير أحيانا يكون في دفعة واحدة ثم يترك في الوراء. أشكرك على هذه الاستضافة، وأتمنى لك ولي كذلك التوفيق أمين إن شاء الله. أن نقدم إن شاء الله من خلال هذه النافذة ما يمكن تقديمه. هذه كانت عبارة كما ذكرت، وأنت كنت معنا في الجلسة. كما ذكرت هذه الورقة هي عبارة عن تحريك الماء الراكد، ليست إلا لأننا نريد أن نشحذ الهمم بالنسبة لأبنائنا وإخواننا وأساتذتنا. أيضا في ناس ما شاء الله لديهم كفاءات علمية ولديهم إمكانيات معرفية جيدة، وباعتبار أنهم يمتلكون ناصيتين، ناصية اللغة العربية وكذلك اللغات الأخرى كالإنجليزية وغيرها، ممكن أن يقدموا خيرا مما يقدم الدكتور إدريس. ولكن ربما تتفاوت الدوافع والأهداف. وإن كنا نشترك في قضية الهم الكبير أن اللغة العربية تحتاج إلى من يقف وراءها. هي لغة ليست كأي لغة، لها جوانب كثيرة جدا، ولذلك كانت المنطلقات الأساسية لهذه اللغة لهذه المحاضرة، كما ذكرت في الندوة، يعني تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف العلمية، والأشياء تهتم يعني هذه الورقة تسعى لإبراز الجانب الحضاري والديني للغة العربية وارتباطها كذلك بالهوية الإسلامية والثقافية. هذا جانب مهم جدا. وهذه الورقة أيضا حاولت بقدر الإمكان أن أؤصل لها من الناحية القرآنية والنبوية، بحيث يكون الارتباط أقوى من كونها تكون ورقة فقط تتحدث عن عموميات
بحيث تكون المسافة بعيدة بين الذي يستمع إلى هذه الحلقة أو بين الذي يقرأ كذلك الورقة إن شاء الله من خلال الأوراق المنشورة. طيب. وطبعا نعم. موضوع التدافع أنا ندخل الآن إلى صلب الورقة. تفضل دكتور. نعم. موضوع التدافع ليس موضوع جديد. الورق أولا عنوانها وأنت كما ذكرت التدافع اللغوي والثقافي بين الاندماج والحفاظ على الهوية. طبعا المقصود المهجر بعمومه، ولكن أستراليا هي النموذج الذي نريد أن نقدم فيه هذه الورقة. جميل. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول الحديث عن اللغة العربية في المهجر لم يعد حديثا عن وسيلة من وسائل التواصل الإنساني فحسب، بل أصبح اليوم حديثا عن قضية حضارية تمس بقاء الهوية الثقافية واستمرار الانتماء الحضاري للمسلم وصيانة الذاكرة الجمعية للأجيال الناشئة. فالخوف ليس علينا فقط نحن كجيل كبر في العربية تعلم وعلم بها، إنما الخوف على الأجيال الناشئة. واللغة العربية كغيرها من اللغات طبعا هي أصوات اللغة كما يعرفها ابن جني، التعريف الذي أنا أخذته من مجموعة من اللغات اخترت تعريف ابن جني، ولأنه هذا التعريف مع أنه موجز إلا أنه يكشف عن حقيقة عمق اللغة، وهي أن اللغة تمثل التعبير الجماعي عن الوعي الإنساني، وأنها تتجاوز كونها أداة للتخاطب إلى كونها إطار للفكر وحافظة للتراث، وكذلك جسر للتنقل تنتقل عبره الخبرات والقيم من جيل إلى جيل آخر. ولذلك يقول ابن جني في تعريفه: اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فإذا لم نؤدي بها الأغراض أكيد ستتلاشى، لأن الأغراض سنسميها بمسميات اللغة التي نتحدث بها، وهذا أمر طبيعي. طيب، السؤال الذي نريد أن نجيب عنه اللي هو المحور الذي تدور حوله هذه الورقة: كيف يمكن للجاليات العربية في أستراليا أو للجاليات المسلمة، دعنا نقول الجاليات المسلمة، لأن لو حصرنا الموضوع في قضية الجاليات العربية وكأننا نتحدث عن مجموعة من البشر تتحدث اللغة العربية فقط، ولكن الجاليات التي تتحدث العربية أو الجاليات التي تحب العربية أو الجاليات التي تشارك العرب في هذه اللغة وفي هذه الثقافة في أستراليا بالذات، كيف يمكن للجاليات المسلمة أن تحقق اندماجا إيجابيا وفعالا في المجتمع الاسترالي مع المحافظة في نفس الوقت على اللغة العربية بوصفها ركيزة للهوية الثقافية والدينية والحضارية؟ هذا هو السؤال، وسؤال طبعا بسيط، وتتفرع عن هذا السؤال مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات، وكل منا ربما يجيب عن فقرة من الفقرات بإجابة ربما على حسب وعيه وإدراكه من هذه اللغة شيء ما. ما المقصود بالتدافع اللغوي والثقافي بالضبط؟ ما هو المقصود من هذا المصطلح أو من هذا العنوان؟ وما هي حدود هذا العنوان؟ أنا سأعرج إن شاء الله على التعريف اللغوي ثم التعريف الاصطلاحي، ثم أخرج إن شاء الله بتعريف أحسب أنه ربما يكون قريب إلى الفهم. ثم ما منزلة اللغة العربية في بناء الهوية الحضارية للمسلم أينما كان؟ هل اللغة العربية لها علاقة بهوية المسلم أينما كان ومهما كانت لغته؟ ربما أنا عندي مجموعة من اللغات، الإنسان ينتمي إلى مجموعة من اللغات حسب المجتمع الذي ينتمي إليه، ولكن أينما كانت هذه اللغة في نفسية هذا الإنسان المسلم. ثم ما هي أبرز التحديات التي تواجه اللغة العربية بين أبناء الجيلين القادمين، الجيل الثاني والجيل الثالث
في المهجر الأسترالي، كيف سيكون وضع اللغة العربية في الأجيال القادمة؟ أجيال ربما تكون عمر الجيل كيف تقدرونه لا أدري، ولكن ربما يكون 30 سنة وما بعدها ربما سيأتي جيل آخر. ثم ما الأدوار التي يمكن أن تطلع بها الأسرة المسلمة؟ ما هو دورها؟ المؤسسات التعليمية الموجودة الآن، المؤسسات التعليمية الإسلامية أقصد، لا أقصد كل المؤسسات التعليمية، ولكن المؤسسات التعليمية الإسلامية ما هو دورها؟ وما دور المساجد؟ وما دور المراكز الثقافية في صيانة اللغة العربية؟ وكيف يمكن الاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعليم العربية للأجيال الجديدة؟ كيف يمكن أن نستفيد من هذه التقنيات العلمية الحديثة التي تدفقت الآن بشكل كبير ويتقنها تقريبا أبنائنا وبناتنا، يجيدونها أكثر مما نجيدها نحن المتعلمين. طيب، على ضوء هذه الإشكالية تسعى طبعا هذه الورقة إلى تقديم رؤية علمية متوازنة تستند إلى التأصيل الشرعي والمعرفة اللغوية والخبرة التربوية والواقع الاجتماعي، بعيدا عن خطاب التهويل أو خطاب التبسيط، لأننا نؤمن بأن المستقبل العربية في المهجر كما قلت في المحاضرة لا يبنى بالشعارات، وإنما يبنى بالوعي والتخطيط والعمل المؤسسي المستدام أيضا، ليس مجرد مؤسسة، ولكن كيف تكون هذه المؤسسات أيضا مستدامة. طيب، الأهمية التي نسعى إليها من خلال هذه الورقة، تسعى إلى تتبع أهمية يعني بعض القضايا الرئيسية، بعض الأبعاد الرئيسية المهمة التي أحسب أنها ربما يعني ألامس منها شيء. أنا لا أريد أن أقول أستطيع أن أغطي كل ما يتعلق بالبعد الديني والبعد الحضاري والبعد الاجتماعي، هذا مستحيل، ولكن ربما ألامس من خلال هذه الورقة بعض الأبعاد، وإن شاء الله يكملها الباحثون والأساتذة الأجلاء من أبنائنا المتواجدين والمهتمين باللغة العربية. هذا الذي أردت أن أقوله بالنسبة للأسئلة التي طرحتها أو للسؤال الذي طرحته. ثم ما هي أهداف هذه الندوة؟ ما هي أهدافها؟ الأهداف نحن نسعى قلنا إلى تحقيق جملة من الأهداف، سواء كانت أهداف علمية أو أهداف عملية، ولكن يمكن أن نقول نبين فقط المكانة الحضارية والدينية للغة العربية ومدى ارتباط هذه اللغة بالهوية والثقافة، لأننا عندما نتحدث عن الهوية والثقافة الإسلامية هذه لا تعني العرب، والعربية هنا لا تعني المجتمع العربي فقط، إنما تعني مجتمع أكبر من المجتمع العربي، أي كل المجتمع الذي له شعور وانتماء روحي بهذه اللغة، له شعور. إذن هذه الورقة ستؤثر إن شاء الله لمفهوم التدافع اللغوي والثقافي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية، ثم نحاول نربطه بالدراسات اللغوية، ونحاول أن نقدم تحليل ولو كان بسيطا لواقع اللغة العربية بين الجاليات في أستراليا هنا. وربما أنا رصدت بعض الأشياء، تصوري قد يكون متواضع، ولكن في تقديري حسب ما أرى هناك بعض الفجوات تحتاج إلى معالجات. الخير موجود والناس تعمل، ولكن كثير من الأشياء هي مماثلة، لأن حالة اللغة العربية عندما تكون خارج دائرة الوطن الأصل تكون متشابهة بين إفريقيا مثلا وأوروبا وأستراليا، لأنه موجودة في وطن غير وطنها اللغة العربية. إذن كيف تعيش هذه اللغة، وبأي رئة تتنفس هذه اللغة، وكيف يستنشقها أيضا الإنسان هذه اللغة؟ هل يستطيبها كما هي في أوطانها الأصل أم خلاف ذلك؟ إذن كذلك أريد أن أصحح بعض التصورات الخاطئة. بعض الناس ربما يعتقدوا أن الاندماج المجتمعي يقتضي التخلي عن اللغة الأم، وكذلك الاندماج الإيجابي يمكن أن يجتمع مع الاعتزاز بالهوية اللغوية. الاندماج الإيجابي هو الذي يجمع بين
الاعتزاز بالهوية اللغوية، ويندمج الإنسان مع الثقافات واللغات الأخرى. والإسلام لا يمنع من أن تمتلك أنت ناسية ثقافة أخرى، بالعكس هذا الذي يبحث عنه يأمرنا به كذلك ديننا، أن نتعرف على الثقافات و... و... والأفكار التي تحملها المجتمعات الأخرى. إذن نحن نحاول أن نقدم رؤية عملية لتعزيز حضور العربية داخل الأسرة، هذا هدف رئيسي للورقة، كذلك داخل المدرسة بشكل فعال، وكذلك في المسجد ليس بالدور الذي أراه، وكذلك المراكز الثقافية سواء كانت مدارس أو كانت مراكز. ومن ثم نقترح بعد المقترحات إن شاء الله في نهاية الورقة. سنقدم بعد المقترحات إذا كان الوقت يكفينا. إن شاء الله. طيب، إذا كان في أي تساؤل أستاذي الفاضل أستاذ أحمد. والله أنا أود بس فقط أن نستمع للورقة، وثم نعم. إذا كانت هناك مداخلات يمكن أن نعم. لا أود أن أقطع أفكارك يا دكتور، لأنه جزاك الله. الزمن المسموح به وأنا داير نعطيك إياه، وأنت تستاهل وتستحق هذا الزمن، بارك الله فيك، الله لأنك يجزيك أنت خير. تفرغت لهذه الورقة والورقة الله يسلمك. العلمية. لا تقاطع بمداخلات يعني. الله يسلمك، بارك الله فيك، تفضل دكتور. أشكرك، جزاك الله خير. إذا نبدأ ننطلق من مفهوم التدافع في اللغة. التدافع، أولا المعنى اللغوي للتدافع. هذا اللفظ التدافع، الكلمة طبعا في اللغة العربية، وأنت سيد اللغة أستاذ أحمد، يعني الكلمة عندما نريد أن نرجعها للأصل نقوم بتجريدها، نحذف منها كل أحرف التي يسموها أحرف زيادة، فتبقى الكلمة في 3 أحرف فقط. الآن نبحث عن المعنى اللغوي في المعاجم اللغوية. طيب، ترجع كل المعاجم اللغوية التي وقفت عليها على الأقل، ترجع لفظ التدافع إلى الجذر الثلاثي، الدال والفاء والعين. نعم. وهو من الأصول العربية الغنية بالدلالات. هذا الفعل الثلاثي من الأصول العربية الغنية بالدلالات كما يقولون، وتدور حوله معاني كثيرة، منها كلمة دفع، منها الإزالة، الدفع، ومن الدفع كذلك الإبعاد، ومن معنى الدفع كذلك الممانعة، وكذلك المقاومة، وكذلك التحريك من موضع إلى موضع آخر. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الدال والفاء والعين أصل صحيح يدل على إزالة الشيء عن شيء ثم يحمل عليه. ممكن الباحثين أن ينظروا إلى مادة دفع الدال والفاء والعين في معجم مقاييس اللغة لابن فارس. فالأصل الجامع لهذه المادة يقول هو الإبعاد مع وجود قوة مؤثرة، سواء كانت هذه القوة حسية أم معنوية. ويلاحظ أن العرب فرقت بين الدفع والتدافع، هناك فرق كبير بين الدفع والتدافع. قالوا فالدفع قد يصدر من طرف واحد فقط، أما التدافع فيقتضي وجود طرفين أو أكثر من طرفين، يحدث بينهما التأثير المتبادل، تأثير وتأثر، نعم. بحيث يكون كل طرف مؤثرا ومتأثرا في الوقت نفسه. إذن هنا تأتي قضية التفاعل، ومن هنا جاءت صيغة تفاعل في كلمة تدافع، تفاعل على وزن تفاعل، وهي من الأبنية، يقولون من الأبنية الصرفية التي تدل في الغالب على المشاركة، مشاركة أكثر من طرف في شيء ما، دون أن يكون إزالة الطرف طرف آخر. إذن التدافع. ونحن في الإعلام أخذنا هذا المصطلح، نعم. التفاعلية، interactivity، التفاعل بين التفاعلية. المرسل والمتلقي. الله يجزي خير. الله وهذا يخليك. التفاعل الذي نبحث عنه نحن الآن، صحيح. نحن نبحث عن هذا التفاعل. تفاعل
يعني هي من الكلمات التي تسمى يعني تفاعل، تشارك، تقارب، نعم. تخاصم، المهم يكون فيها أطراف متعددة، تكون دائما متفاعل. إذن يقول ابن منظور في لسان العرب، وهو أيضا من المعاجم اللغوية الطيبة، ويعد من المعاجم التي في التراث الإسلامي من آخر المعاجم ربما التي كتبت في تراثنا العربي والإسلامي. يقول ابن منظور في لسان العرب: دفع الشيء يدفعه دفعا، أي بمعنى نحاه وأزاله. وتدافع القوم بمعنى دفع بعضهم بعضا. طيب، كلمة تدافع مثلها ومثل تحاور، تخاصم، تنافس. ولذلك لفظ التدافع في بنيته الصرفية أصلا يفيد التفاعل المتبادل أكثر مما يفيد كونه مجرد فعل أحادي. وليس فعل أحادي، هذا فعل تشاركي تفاعلي، يعني مثله مثل تشاور، تسابق، وهكذا الكلمات التي تدل على التفاعل. ولذلك نبه علماء الصرف إلى أن باب تفاعل كثيرا ما يدل على المشاركة في علم الصرف، وهو ما قرره طبعا ابن جني في حديثه عن دلالة الأبنية الصرفية، حيث يرى أن اختلاف البنية يؤدي إلى اختلاف الدلالة، وأن زيادة المبنى تقترن غالبا بزيادة المعنى، وهو أصل مضطرد في اللغة العربية كما يقول ابن جني في الخصائص. طيب، بس أريد أن أعلق قليلا على مسألة زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، وهذا طبعا لأبنائنا حتى يستفيدوا، وأيضا للأخوة المدرسين حتى ربما يستفيدوا في مسألة التدريس. يعني عندما نقول في اللغة العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ماذا يقصد بهذا الكلام الطويل؟ هذا الكلام الطويل كله لو أخذناه في كلمة واحدة، فقلنا كلمة كتب كلمة واحدة، كل طفل ربما يتحدث أو يسمع اللغة العربية يعرفها. لكن لو أردت هذه الكلمة أن 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 تكون لها معاني أخرى غير المعنى هذا، وهي الأصل، أبدأ أضيف فيها شيء. في البنية هي مبنية من 3 أحرف، بإمكان أن أضيف عليها حرف آخر فيتغير المعنى، لأنه يتغير المعنى ويعطيني دلالة أخرى تختلف عن الدلالة الأولى مع وجود المعنى الأصل في هذه الكلمة. فلو قلت بدل كتب أقول كاتب، هل كلمة كتب خرجت عن كاتب؟ ما خرجت، موجودة، المدلول موجود، ولكن زيادة المبنى أي بزيادة هذا الحرف تغير المبنى، يعني الشكل الكلمة تغير، فتغير المعنى مع وجود المعنى الآخر. ولو قلت طبعا لو قلت مكتوب معنى آخر، هذا غير المعنى الأول مع وجود المعنى الأول اللي هو المعنى الأصل. لو قلت كتاب وكاتب وكاتبون ويكتبون ويكتبان وتكتبان، بهذه الطريقة البسيطة نستطيع أن نأخذ مفردة واحدة ونبدأ هذه المفردة نضعها كل مرة في الأشياء التي يعرفها الطالب، خاصة نحن في المهجر الطلاب يجب أن نتعامل معهم بالأشياء التي يعرفونها، مسميات الأشياء التي يعرفونها، فنفرع من كلمة أصل مجموعة أخرى، وتكون الأصل هي الكلمة هذه، نمسك الكلمة هذه من فوق نجعل كأصل، ثم نفرع منها هذه الكلمة كلمات أخرى، وهكذا تزيد ثقافة الطالب باللغة، معرفة الطالب باللغة، نتدرج مع الطالب، نوسع له في الآفاق. إذن علم الصرف لعلمك أستاذي الفاضل وأنت سيد العارفين، علم الصرف أحيانا يقولون هو أهم من علم النحو، لأن علم الصرف له علاقة ببنية الكلمة، هو الذي يوسع الكلمات. طيب علم النحو ضبط الكلمات، أواخر الكلمات، مرفوع منصوب مجزوم هكذا. أما علم الصرف هو الذي تزيد معه الكلمات، سواء كان الطالب يريد أن يعرف أوزانها أو يريد أن يعرف يصرف الأشياء. نعم نعم. نعم. فإذا هذه القضايا مهمة جدا بالنسبة للطلاب. طيب، يا سلام.
إن شاء الله الأخوة المدرسين ربما يسمعوننا ويستفيدوا ما في شك، من هذه مداخلة ونحن بسيطة أول فقط. المستفيدين يا دكتور. لا والله بالعكس، أنت لا أبشر والله، أستاذ جدا نحن كبير. نستفيد يا دكتور. بارك الله فيك. فالشاهد أنه فقط نريد أن نأخذ الناس يعني بأشياء بسيطة، ما نريد شيء صعب هكذا في فلسفة اللغة. أي ما نريد أن نأتي للناس تقول له كتاب سيبوي إذا ما تحفظ هذا أنت ما تتعلم اللغة العربية. من قال هذا الكلام؟ كل عصر له أدواته وله وسائله، ولذلك لابد أن نأخذ الناس بهذه الطريقة. طيب، نعم. أنا سأتحرك قليلا وأمشي إلى تحديد المصطلحات الموجودة في العنوان: اللغة، أو بالأحرى المصطلحات التي تشغل البال الآن في هذا الموضوع: اللغة، الهوية، الاندماج، التدافع اللغوي والثقافي. أريد أن أعرف بهذه المفردات الأربعة. اللغة، ما هي اللغة؟ غير تعريف ابن جنة الذي ذكرناه، اللغة عبارة عن منظومة من الرموز الصوتية. أي لغة؟ كل اللغات هكذا، كل اللغات أصوات. اتفقنا هكذا، نحن نتفق مع ابن جنة نقول كل اللغات أصوات، لا شك في ذلك. هي منظومة من الرموز الصوتية والدلالية يتوصل بها أفراد المجتمع وينقلون من خلالها أفكارهم، ينقلون قيمهم، ينقلوا ثقافتهم، ينقلوا دينهم، ينقلوا كل ما يريدون أن يوصلوه إلى المجتمعات الأخرى. وهي ليست مجرد وسيلة للتعبير كما ذكرت في بداية المقدمة، ولكن هي الوعاء الحقيقي للهوية التي ينتمي إليها الفرد والمجتمع كذلك. وهي كذلك أداة البناء للوعي، وهي كذلك الحافظة للتراث. هذا التراث التفاعل معه لا يكون بالأماني، ولا يكون بمجرد أنه والله أنا أحب الإسلام وانتمي إليه ولكن بعيد عن لغة الإسلام. إذا ما كنت أعرفه مهما كان حبي له لا يكون كحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. لأنه ذلك فيه شيء آخر. أنا دائما أكرر هذا أيضا لكي يرتبط الناس بهذا الحب القوي للمصطفى عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل يقذفه في قلوب المؤمنين مجرد أن يقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يجد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. هذا شيء آخر، هذا شيء ما يحتاج إلى تطالع حتى كتب. أنت مجرد أنك اهتديت ودخلت إلى هذه الدائرة الكبيرة، خلاص دخلت في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه ثم وسلم. إذا أردت أن توسع وتعزز هذه المكانة السامية للمصطفى عليه الصلاة والسلام، تبدأ بقراءة سيرته وحياته، وكيف كان يتعامل مع الصحابة الكرام، وكيف كان مع أهله، وكيف كان مع أصدقائه، وكيف كانت دوره في المجتمع، كيف أوصل إلينا 23 سنة، كيف شكل لنا مجتمع، من مجتمع متنافر إلى مجتمع متحاب مرتبط بعضه ببعض، حتى جاءنا ما يعرف في الإسلام بمصطلح الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. نماذج لا تتكرر ولا تعود أبدا، ولكن يبقى منها شيء بسيط من الأمل في نفوس المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نحن نرتبط بالماضي لأن هذا الماضي فيه مخزون روحي، قبل أن يكون مخزون فقط مجرد الناس يحسبونه التراث الإسلامي عبارة عن أشياء قالها بعد العلماء وانتهى الأمر. ليس هكذا. هذه الأشياء التي تركها العلماء فيها أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى وقفات. نعم. ولذلك اللغة هي الوعاء الذي من خلاله نحفظ ذاكرة المجتمع، ونحفظ من خلاله كذلك القيم والمفاهيم والثقافة، ومن خلاله نستطيع أن ننطلق نحو الأمام إن شاء الله. هذه بالنقطة الأولى. النقطة الثانية الهوية. ما هي الهوية؟ ما هي أصلا الهوية التي نبحث عنها؟ أحيانا بعض الناس يظنون الهوية فقط جنسية. واحد ينتمي يقول لك أنا بلد فلان هويتي، يقول لك الهوية كذا كذا. طيب الهوية ما هي؟ الهوية ليست شيء واحد. الهوية هي عبارة عن مجموعة الخصائص الدينية والثقافية واللغوية والتاريخية
هي التي هذه كلها مجتمعة، هي التي تميز جماعة بشرية عن غيرها، وتمنح أفرادها شعورا بالانتماء والاستمرار. هذا انتماء مستمر ليس منقطع، واللغة من أبرز مكونات هذا الانتماء. هذه الهوية من مكوناتها الأساسية اللغة، لأن اللغة كما ذكرنا هي التي تحمل الذاكرة الجماعية وتعيد إنتاج الثقافة عبر الأجيال. كل جيل يضيف شيئا للثقافة المجتمع نفسه، شيء جديد. مثلا الأستاذ أحمد شريف إدريس كتب رسالة ماجستير، أعطيك مثال فقط، هذا دائما أقوله حتى لأبناء الطلاب وأنا أدرس في الجامعة. كل ما كتب واحد منا كتابا، هذا الكتاب ربما الكاتب يظن أنه كتبه وفقط يأخذ به درجة علمية أو يأخذ به ما أعرف لك، سمي ما شئت، يعني درجة علمية يريد أن ينشره ويستفيد منه من رأس ماله أو كذا. لكن هذا الكتاب في ذاته يعد إضافة أخرى للتراث الإسلامي. في يوم من الأيام هذا الكتاب سيكون تراثا، خلاص سيروح 200-300 سنة يقول والله إننا تراثنا الموجود في هذا الكتاب. ما كتبه أحمد شريف إدريس من الشعر العربي، سواء كان الشعر القافية أو الشعر الحديث، هذا يعد إضافة أخرى ستأتي أجيال في يوم من الأيام تدرسها وسيقال عنها هذه إضافات الأستاذ أحمد شريف إدريس الإعلامي والشاعر والأديب الذي ترك لنا هذا التراث الطيب إن شاء الله بعد عمره طويل، بعد 200-300 سنة. هذا نقول نحن، هذا الذي نقوم به نحن لا نشعر. أستاذ أحمد، أحيانا ما يكون عندنا هذا الشعور. أنت من خلال هذه القناة تقدم مشاكل، هذا سيبقى في يوم من الأيام تراث، ثم سيقدم للناس، ثم الناس سيطالع، إذا أخطأنا سيصوبوننا، وإذا كنا محسنين سيتبعوننا، ولذلك هذا نفسه سيتحول في يوم من الأيام إلى تراث. إذن نحن نضيف شيئا على الحضارة التي كانت موجودة، نحن نفعل ما كان عندنا ونتفاعل مع الماضي، ثم نضيف لهذا الماضي شيئا جديدا. هذا نسميه هو إضافة حديثة للتراث الإسلامي، للمكتبة الإسلامية، للثقافة العربية والإسلامية، لأننا أشياؤنا تتجدد، حاجات اللغة تتجدد، اللغة كائن حي يتحرك، إذا نضيف شيئا جديدا. وهذا الذي نحتاجه نحن دائما حتى نحدد الهوية بشكل خاص. نقول الجانب الديني، الجانب الثقافي، الجانب اللغوي، الجانب التاريخ، كل هذه قضايا مرتبطة ببعضها، ليست مسائل هكذا منفصلة. لا تفصلني عن تاريخي وعن ماضي ثم تقول لي أنا أريد أن أشكل لك هوية مثلا بشكل أو. طبعا هذا لا يتعارض مع الذي سنقوله إن شاء الله. طيب ما هو الاندماج الذي نسعى إليه؟ المقصود به ما هو أصلا الاندماج؟ ونحن الآن ما شاء الله تبارك الله، يعني المسلمين خرجوا من بلدانهم، خاصة الأوطان العربية، خاصة الذين يتحدثون مثل اللغة العربية، الناس خرجوا من أوطانهم. ما المقصود بالاندماج الذي نبحث عنه في هذه الورقة فقط؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن اندماج في قضايا ثانية. المقصود بالاندماج في هذه الورقة فقط هو المشاركة الإيجابية، المشاركة الإيجابية والفاعلة كذلك داخل المجتمع الاسترالي، لأنه أصبح هذا وطنه، واحترام القوانين والإسهام في بناء المجتمع الحديث الذي أنت تنتمي إليه، مع الاحتفاظ بالخصوصية الثقافية واللغوية والدينية. هل هناك ما يمنع أن تستمر على دينك؟ هل هناك ما يمنع أن تستمر لغتك تكون موجودة؟ وطبعا هذا الذي أقوله يختلف عن مفهوم الذوبان، الاندماج بمعنى الذوبان الثقافي. نحن لا نريد الذوبان الثقافي الذي يعني فقدان الخصوصية تماما والانقطاع عن الجذور الحضارية. هذا طبعا ما مقبول، لأنه في مجتمع حر كهذا يسعى إلى تحقيق إنجازات علمية، ثقافات متعددة، أكثر مجتمع ربما فيه لغات متعددة، ثقافات متعددة، حريات للأديان المتعددة. إذن لا يمنع كل ذلك من أن يكون الإنسان له إسهام في بناء المجتمع، ويقدم في هذا المجتمع اندماج حقيقي صحيح سليم، دون أن ينسلخ عن جلده هذا
ثم يكون لا هو أخضر ولا أصفر، لا تعرف له لونا. كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهر نقع. والعياذ نعم. بالله. على كل حال. طيب، هذا هو الاندماج الذي أنا أقصده من خلال هذه الورقة، ولكن للناس آراءها وهي حرة. ربما واحد يجي يقول لك أنت إيش تتكلم عن الاندماج مع وجود الثقافة القديمة؟ أنا هارب من الثقافة، جيتك أصلا إلى هنا. ربما وهو حر طبعا. أنا دائما لا نقف أمام العقل الذي يقول لا أنا حر يا أخي الكريم، ما تتعبني بهذه القضايا التي تعبت منها ووصلت إلى ما وصلت إليه الآن. ولكن نقول له لا، دعك من هذا، خليك في دائرة معينة إن كنت تنتمي إليها روحيا فقط، فليكن إن شاء الله نصيبك منها هذا الاندماج الإيجابي وليس السلبي. وسنأتي إن شاء الله على الاندماج الإيجابي والسلبي في التعليم كذلك. طيب، التدافق اللغوي والثقافي، ماذا نقصد بهذا المركب؟ هذا نقصد به عملية تفاعل مستمر بين اللغات المتعددة، إنجليزية، فرنسية، ألمانية، اللغات التي تدرس الآن في المدارس، لغات كثيرة. المدارس تدرس الآن لغات كثيرة، أندونيسية، اللغات التي تدرس هي لغات ما عندها عدد. عملية التفاعل المستمر بين اللغات والثقافات داخل المجتمع هذا، داخل المجتمع الواحد هذا ينتج عنه ماذا؟ ينتج عنه تأثير وتأثر وأخذ وعطاء. هذا هو التفاعل، أخذ وعطاء في إطار يحفظ التنوع ويمنع الإلغاء. شيء اسمه إلغاء ما في، يمنع الإلغاء أو هيمنة لغة على بقية اللغات. وهو مفهوم مستلهم من السنن الكونية القرآنية في مسألة التدافع، ومن نظريات التفاعل الحضاري في الفكر الإنساني المعاصر. هذا هو المربط الأساسي بالنسبة للتدافع اللغوي والثقافي. إذن هذه المصطلحات التي أردت الدخول بها نحو الذي يليها، وهو إشكالية التدافع اللغوي والثقافي في المهجر. ما هي الإشكالية الكبرى؟ أهم القضايا التي تواجه الجاليات العربية والإسلامية في الدول الغربية بصفة عامة، وفي أستراليا على وجه الخصوص، هي كيف يمكن تحقيق الاندماج الإيجابي في المجتمع الأسترالي دون أن يؤدي ذلك إلى ذوبان الهوية اللغوية والثقافية. كيف يمكن هذا؟ هل ممكن؟ وهل العلاقة بين الاندماج والمحافظة على اللغة العربية علاقة تعارض، أم أنها علاقة تكامل يمكن إدارتها بصورة متوازنة؟ هذه الأسئلة لم تعد قضايا نظرية أستاذ أحمد، بل أصبحت واقعا يعيشه الناس. آلاف الأسر المسلمة، أنا لا أقول أسر العربية حتى لا يقال أنك تتحدث عن مجتمع عربي، أنا أقول آلاف الأسر المسلمة، وفي العديد من المواقع التي يسكنها المسلمون أو تجمعات إسلامية كبيرة في المدن الأسترالية، ينشأ الأطفال في بيئة تعليمية وإعلامية كذلك يغلب عليها استخدام لغة واحدة في التعليم. أحيانا أقول أنا لا أريد أن أجزم، ولكن في العام أحيانا يعني هيمن عليها جانب واحد، تعليم وإعلام، هذا الذي يغلب عليها، في حين تحاول بعض الأسر، أقول بعض الأسر وبعض المراكز وبعض المساجد وبعض البيوت تحاول أن تحافظ على اللغة العربية داخل البيت. ولكن هذا داخل البيت، داخل الأسرة، داخل المؤسسة التعليمية التي أنشئت من أجل هذا، المراكز الإسلامية المتعددة، البرامج التعليمية، ربما حتى هذه تتفاوت حسب جاذبيتها للطالب، حسب ما تقدم من برامج، إن كان الوقت يكفي لهذه البرامج. طيب، هذه هي كل القضايا التي تسمى إشكالية حقيقية تواجه الإنسان في مجتمع كهذا. طيب، لكن الرؤية التي ندعو إليها في هذه الورقة ليست الانغلاق أو رفض الاندماج، بالعكس نحن ندعو إلى الاندماج الإيجابي كما ذكرت. نعم.
ولا ندعو للانغلاق، لا نريد الانكفاء على الذات ثم نقول والله نحن ما شاء الله عندنا وعندنا وكان عندنا. ما نريد أن نقول كان عندنا. ماذا عندنا الآن؟ ليس الفتى من يقول كان أبي، بل الفتى من يقول آه. ها. نعم. طيب، آه هذه الورقة لا تتبنى تصورا يرى يعني يرى أن الذوبان هو الثقافة الصحيحة. ثمن لابد أن يقدمه الإنسان حتى يكون ناجحا في المجتمع. لا أرى ذلك. حتى تكون ناجح أنت في المجتمع لابد أن تذوب حتى تكون ناجح؟ لا. لو كان كذلك أنا أمامي الآن الأستاذ أحمد شريف إدريس، هذا شاعر، وهذا الإعلام الذي عرفته وعهدته منذ زمن، وهو يعتز بهذه الثقافة وبهذا الانتماء وبهذه الهوية. لا تغيرت 10 سنوات تقريبا أو يزيد في هذه البلاد. أحمد شريف تغير خلاص. إيش علاقته باللغة العربية؟ شنو يعمل فيها؟ هو يتكلم اللغة الإنجليزية بس، هذا كتب الشعر الإنجليزي. خلاص. لا، أصبح شاعرا إنجليزيا وتحولت الأمور. إذا إذا ننطلق نحن هنا أستاذ أحمد، نحن ننطلق من رؤية حضارية متوازنة تؤمن بأن إتقان لغة المجتمع الذي نعيش فيه، سواء كان مجتمع إنجليزي أو مجتمع فرنسي أو مجتمع أينما كان. هذه الرسالة نتمنى أن تصل لإخواننا في كل المجتمعات. نعم. أينما كان الإنسان، المجتمع الذي يعيش فيه، هناك ضرورة حياتية، وأن المحافظة على اللغة العربية مسؤولية حضارية ودينية وثقافية. هذا كلام لابد من معرفته. أن نحن نقول الإنسان كونه يتقن لغة القوم، لغة المجتمع الذي يعيش فيه، هذه ضرورة حياتية لا شك فيها، مقطوع بهذا الأمر. والمحافظة على اللغة العربية ما دوره؟ هذا يعد مسؤولية حضارية ودينية وثقافية. إن أردت خذ به، وإن لم ترد فالطريق مفتوح والباب كبير والعربية لها الله. طيب، الجمع بين الأمرين ممكن ولا غير ممكن؟ هذا سؤال موضوعي. ممكن أن تجمع بين الأمرين، ما الذي يمنع؟ وبالعكس هذا النموذج الذي يحتاجه الإسلام، الجمع بين الأمرين، أن تجمع بين ثقافتين، بين ثقافة عربية وثقافة إنجليزية وثقافة فرنسية، تعدد من اللغات، لأن اللغة تعتبر جوهر الثقافة. تعدد من اللغات وتكون منضبط في داخل المنهج الذي أنت تنتمي إليه. إذن الجمع بين الأمرين ليس سيء، بل هو النموذج الأمثل الذي أثبتت نجاحه تجارب كثيرة في كثير من دول العالم. ودعني أقول لك اللغة العربية الآن عندها مراكز متخصصة في كثير من الدول، حتى عندنا هنا في هذا البلد الطيب الذي نعيش فيه، هناك مراكز للدراسات العربية. نعم، مراكز متخصصة للدراسات العربية، وإن لم تكن بهذا بالمستويات التي نحن نطمح إليها، حتى مثلا نقول عنها، ولكن توجد مراكز. ليس هذا، إنما موجودة في كل الدول الكبرى، توجد مراكز للغة العربية، واللغة العربية تدرس. وأنا لو ذكرت لك فقط مجرد مجموعة من الباحثين والمهتمين باللغة العربية، خذ معي مثلا على سبيل المثال وليس الحصر كتاب تاريخ الأدب العربي، وأنت كأديب أنا أقول هذا فقط من باب المثال. تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان، هذا العالم عكف على هذا الكتاب قرابة 25 سنة يدرس لغة عربية. إيش دخله في اللغة العربية؟ لكن يجب أن يعرف ثقافة، يرى هذه الثقافة كبيرة جدا، تحمل في طياتها الكثير من المعاني والدلالات. وهو يعتبر الآن كتابه تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان يعتبر من المصادر التي يجب أن يرجع إليها الكتاب والدارسين والقراء والباحثين كذلك. كتاب مهم. غير ذلك المراكز الموجودة كثيرة، مراكز الاستشراقية كثيرة، مراكز الدراسات الشرقية كثيرة موجودة في عدد من البلدان. إذن دعني الآن بعد هذا التطواف القليل أنتقل بك إلى شيء آخر أخي الفاضل أستاذ أحمد، إلى التدافع
الدفع والتدافع. أنا أريد أن أعرف هل هناك فروق لأن نحن الآن نتكلم عن ورقة علمية. لا أريد أن أقاطع مثلا القارئ حتى الذي لم يرى الورقة ربما يستفيد منها. أريد أن أصل به بالمعاني هذه، أريد أن أصل للذي أريد أن أصل إليه. أنا كمدرس دائما وهو ما أقول نبغاه دكتور، وليس مغاض. نعم. نعم. يا الله، من أين جئت بهذا المعلم البارز؟ بارك الله فيك، جزاك الله خير. جزاك الله خير. يا سلام، يا سلام، تذكرني أيام طيبة وجميلة جدا يا أخي. أيامنا الجميلة. نعم. يا الله، هذا يا مسجد الله. مدينة غردات أيها المشاهدون الكرام. نعم 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 نعم، أنا منذ في هذا المكان شب هذا العقل الذي يتحدث إليكم الله أكبر. الدكتور أرتعى، ولشيوخنا الأفاضل الأجلاء، من الشيخ عليه سيدنا الحسين أرتعى رحمة الله عليه، عليه إلى رحمة الشيخ عبد الله. الله الزوز، إلى عليه رحمة الشيخ سيدنا عبد الله الزوز، وإلى الشيخ أستاذ حامد، والأستاذ حامد عبد الهادي بشير الشيخ، الله. نعم وكثر من الشيوخ استمعنا والله. إليهم، والشيخ القاضي محمد صالح أعتقد دكتور، والد أخونا إسرائيل له السلام والتحية. الله أكبر آه، الله. ففي هذا المكان تربى هذا العالم الذي يتحدث إليكم. دكتور تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. ذكرتني فعلا بأماكن طيبة وجميلة، وأيام كنا نردد مع الوالدين عندما يذكرون صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بلحن جميل جدا. أنا نعم. حتى الآن أنا أردده مع أبنائي: اللهم صل أفضل الصلاة على أشرف أسعد مخلوقاتك مخلوقاتك. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا الله. نعم. بارك الله فيك يا دكتور. يا سلام أستاذ أحمد، بارك الله فيك، الله يجزيك خير. فنواصل. أمامنا إن شاء الله 10 دقائق للجزء الأول أيوة من نعم. إذا هذه الندوة العشر دقائق، العلمية. نعم إن شاء الله العشر دقائق دعني فقط أوصل معلومة: الفرق بين الفرق بين الدفع والتدافع، حتى نخرج إن شاء الله بخلاصة هذا الكلام، ومن ثم أيضا ننظر ماذا يقول بعض علماء المسلمين في ذلك. طيب، من الناحية اللغوية الفرق بين الدفع والتدافع، يوجد فرق دقيق جدا بين المصطلحين. الدفع هو إزالة الشيء أو منعه بقوة من جانب واحد، هذا كلمة الدفع. أما التدافع فهو التفاعل متبادل بين قوتين أو أكثر، أو بين مجموعتين أو أكثر من مجموعتين، بحيث يسعى كل طرف أن يؤثر في الطرف الآخر دون أن يلزمه أو يقضي عليه، دون أن يلزمه بشيء، لا يلزمه ولكن ينقل إليه. وهذا يعتبر طبعا جانب إيجابي، وهذا الذي نسعى له. نحن نريد أن نسعى إلى تحقيق ذلك. هذا الذي نسعى لتحقيقه، التدافع وليس الدفع. نحن لا نريد إزالة شيء ووضع شيء آخر مكانه، ولكن نريد ماذا؟ نريد تفاعل إيجابي. ولهذا التدافع أوسع دلالة حتى من كلمة الصراع. كلمة الصراع طبعا ما وردت في القرآن الكريم، لأن الصراع ينتهي دائما بغلبة أحد الطرفين وزوال الآخر. أما التدافع هذا، الصراع ينتهي بغلبة طرف على طرف وخلاص انتهى الأمر. أما التدافع يستمر زمن طويل مع بقاء الأطراف كلها، كل طرف يقدم بضاعته بالطريقة التي يراها مناسبة. يعني سوق يدخل فيه الجميع وكل واحد يعرض ما لديه. نعم. ويؤدي إلى نوع من التوازن. كذا التدافع يؤدي إلى نوع من التوازن أو إعادة تشكيل العلاقات بين الأشياء أو بين الأطراف. وهذا الفهم اللغوي يمهد لفهم الاستعمال القرآني. أنا لا أريد أن أعمل بما يسمى بالمنهج الإسقاطي، لا أريد أن أسقط الكلمات القرآنية على بحثي دون أن أعي هذه الكلمة ماذا يقصد بها. يا سلام. وحتى لا يقال أن أولت الكلام وقلت الكلمة
يعني الآيات هذه الأماكن التي وردت فيها، التفسير الذي ورد فيها ويقول هكذا وأنت تقول شيء آخر. أنا لا أريد هذا أن أقول، ولكن استفيد فقط، استنبط من هذه الكلمة، لأن الكلمة التدافع تعني المشاركة وشيء مستوى الاستمرارية والتفاعل الحضاري. هذا الذي يدعو إليه القرآن الكريم، لأن القرآن لم يستخدم لفظ الصراع كذلك للتعبير عن السنن الاجتماعية، وإنما اختار لفظ الدفع الذي يحمل في طياته معاني الإصلاح، وكذلك يعمل معنى حفظ التوازن ومنع الفساد. أما الدلالة الحضارية لمفهوم التدافع، فهنا لا يقف مفهوم التدافع عند حدود المعنى المعجمي الذي ذكرناه، لكنه يمتد إلى المجال الحضاري والاجتماعي. فكل مجتمع يشهد صورا متعددة من التدافع، أي مجتمع يشهد صور متعددة. التدافع ليس شيء واحد، إنما صور متعددة من التدافع. إننا التدافع بين الأفكار، نقول هذه أفكار شيوعية، وهذه أفكار اشتراكية، وهذه أفكار إسلامية، وهذه أفكار بوذية، وهذه أفكار هندية، وهكذا مجموعة أفكار. قد يكون هناك تدافع بين مجموعة من الأفكار في جدليات عقلية فلسفية تحتاج إلى أن تقدم كل واحدة تقدم رؤيتها. وقد يكون تدافع بين القيم، وهنا نأتي في، أنا لا أريد أن أتعمق حتى لا أخذ الزمن، دعني فقط أقدم. والتدافع كذلك بين مجموعة من القيم. القيم التي نقدمها نحن ما هي؟ القيم التي يقدمها الآخر ما هي؟ دعنا نقول هناك قيم مشتركة بين الإنسانية، هناك قيم مشتركة بين الإنسانية كلها، من ضمنها القيم التي نبحث عنها جميعا. هذا الكون كله يبحث عن العدل، هذه قيمة إنسانية يبحث عنها أي إنسان في هذا الكون. العدالة قيمة جوهرية يحتاج إليها الإنسان أينما كان. كذلك التدافع بين الثقافات، وهذا الذي نتحدث عنه الآن، التدافع بين الثقافة والثقافة الأخرى. هل هي التدافع الثقافي هذا نبحث فيه عن الإقصاء، أم نبحث فيه عن التفاعل بين عدد من الثقافات؟ التدافع بين اللغات كذلك، التدافع بين اللغات أيضا موجود، ولكن التدافع بين اللغات في الغالب يكون الغلبة فيه للغة التي يقدم لها أهلها ويقف معها سندا لها ويقويها ويعززها في نفوس الناس، هذه تبقى. أما إذا تركها أهلها فاللغة ما يأتي إليها واحد ما ليست له علاقة بها فيقدمها للناس. ولذلك من خلال المنظومة القانونية والعدالة الاجتماعية والعدالة الموجودة في مجتمع كهذا، من المفترض أن تكون هناك مساحات للناس لكي يقدموا ما لديهم عن اللغة العربية. لماذا يقصرون؟ إذن كذلك هناك التدافع بين النظم التعليمية. النظم التعليمية كذلك تتدافع ما بينها. كل منظومة، كل دولة مثلا عندها في منظومتها التعليمية أسس وقواعد وقوانين معينة، بحيث أنها ترى هذا هو الأفضل بالنسبة لها، أفضل من غيرها. ولذلك أحيانا حتى في المقارنات بين الدول، التعليم أيهما أفضل في أستراليا، أفضل في أمريكا، أفضل في كندا. إذن هناك في صراع في مسألة التعليم، دول متقدمة نتيجة التعليم، ودول متوسطة نتيجة التعليم، ودول فقدت أشياء كثيرة من التعليم. هذا موجود، هذا التدافع. كذلك التدافع بين وسائل الإعلام. سيدي عم الشريف، وأنت سيد العارفين بهذا الموضوع، الوسائل الإعلامية، الإعلام الآن يتدافع، ولكن أتمنى إن شاء الله هذا الذي تقدمه أنت في تقديري في هذا مدمي. تدافع الإعلام مدمي يا شيخنا. والتدافع يدخل فيه كثير من الأشياء. نعم، السباق الإعلامي هذا تدخل فيه كثير من القضايا، تدافع فيه كبير، ولكن أتمنى أن يكون تدافع فعال، تدافع يقدم شيء للمجتمعات. وإن كانت اختلفت الرؤى، المفروض الذي يقدم للناس هو الحقائق الإعلامية التي يقدمها للناس حتى يستفيد منها الناس. نعم. لا نريد مثلا إقصاء قنوات عن القنوات تقدم مثلا برامج عربية فنقلل من شأنها. لا، نقول كل قناة تقدم شيئا عن اللغة العربية نحن نعتز بها ونضع فوق رؤوسنا. ولكن ما الذي نحتاجه؟ نحتاج إلى نوع من التوازن في مسألة تقديم المعلومة الإسلامية والمعلومة العربية بشكل يجب أن يكون فيه شيء من الانضباط، وشيء من ليس لتجر الناس
نحو سياسات معينة، لا، نريدك أن تقدم المعلومة الحقيقية عن هذا الدين عندما نسألك عن قضايا الدين، ويكون هذا تدافع حقيقي وتدافع طيب، وهو الذي يطلبه الإنسان. في هذا جانب التدافع. من التدافع بيننا وبينكم، فضيلة العلامة بروف إدريس نعم محمد عثمان أرتعة، استسمحك عذرا نعم حبيبي. أن نتوقف هنا، لأن هذا الزمن زمن آفة الإعلام، أنه محكوم بأزمنة ونضعها نحن بأنفسنا ثم نحتكم إليها، وهذا شكل من أشكال التدافع اللي وهكذا. ولولا خوفنا عليك من السهر الشديد وخوفنا على المشاهدين الكرام، لمددنا حبائل الوصل بيننا وبينك سيد الكريم، الله يحفظك. وأطلقنا عنان الحديث لحضرتكم، ولكن لكل شيء قيم له سعة معينة. بارك الله فيك. فنستسمحك فضيلة العلامة الدكتور البروف أرتعة أن نتوقف هنا. هذا هو الجزء الأول أيها المشاهدون الكرام من هذه الحلقة والندوة العلمية، وأنا فضلت أن لا أقاطع، لأنه احترام العقل العلمي هو ضرورة. نحن لا نتجادل، لا نتحاور في موضوع كده. هذه رؤية علمية مستندة إلى مرجعيات وأبحاث ومنطلقات حضارية وواقعية ومستقبلية وتاريخية، لذلك لا بد أن نستمع للأكاديميين. لكن استسمحك وأقول، لولا كما قال جعفر النمير رحمة الله عليه في واحد من خطبه، أخذته الهاشمية في الحديث وقال لهم اليوم إجازة والجماعة صفقوا، هكذا تحكى ونحن آيويون في السودان وفي إريتريا. وقال لهم وغدا إجازة، برضو صفقوا، وبعد غد إجازة. وقال في النهاية ولولا خوفي على مستقبلكم لجعلت الدار كله إجازة. فلولا فلولا حكم الأزمنة لجعلنا الزمن كله هذه الحلقة أن تستمر. سيد الكريم، اسمح لي في ختام هذه الحلقة، مع الشكر الجزيل باسم كل المشاهدين والمستمعين، أن عطرت هذه الحلقة وزينتها بعلمك ومعرفتك العلمية دكتور أرتعة. فقلت أنه نحن متمسكون بهذه اللغة والحمد لله ونحبها كثيرا. في واحدة من المرثيات التي كتبتها عن الحبر يوسف نور الدائم عندما توفي، عليه رحمة الله. حقيقة كتبتها هكذا: فقلت جادلت قومي في حبائل غيهم مستوضحا متسائلا لماحا، لاموا علي صراحتي وفصاحتي، هل لا يجرم من هواه فصاحا. فتحت له كل اللغات وما بها من طمطم ورطانة ودناحة، لكنما أخذت شغافه يافعا لغة القرآن رمت عليه جناحا، فهما بها في خلوة أو معهد، وهفى بها في الجامعات وساحة، صالون فراج وما أدراكه كم أصل التغريد والإفصاح. وهكذا يعني. يا فالحمد الله. لله أنا ما شهادة شاء الله، أعتز جزاك الله. بهذه اللغة العربية جزاك الله خير، جزاك الله خير، وأحبها. بارك الله. وهؤلاء الناس الذين نتعامل معهم عبر هذه القناة المباركة نحبهم بحبهم لهذه اللغة، وحب اللغة العربية من الإيمان. نعم. وأنت ذكرت كذلك كثير، ولا يدخل الإسلام كما نطقت في المحاضرة فضيلة الدكتور، أنه لا يمكن أن تدخل الإسلام إلا بلغة عربية، ولا تصلي وهي الصلاة عماد الدين إلا بالعربية، لا بالتجريت ولا بالتجرينيا ولا بالإنجليز ولا بأي لغة كانت. ولذلك علاقتنا بهذه اللغة هي علاقة دينية في بعدها القيمي الدنيوي والأخروي. ما شاء الله. أشكرك فضيلة الدكتور، ونختم بحديثه بقوله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان جل الذي جلاله. يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر، شاعر القرن العشرين، العلامة الطيب السراج، العلامة الطيب السراج، في قصيدته التجديد: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد. أنا نعم. دوما أكرر هذا البيت لأنه يأتي في صميم ما تنطلق إليه في التدافع اللغوي والثقافي
في المهجر حتى لا تتلقفنا الأهواء ونصبح عديمي الوجه واليد واللسان، ومنبتين لا أرضا قطعنا ولا ظهرا أبقينا على هذه الحياة. فضيلة الدكتور، أشكرك أرتعى على حديثك الطيب، ونعد المشاهدين الكرام إن شاء الله سنكمل هذه الورقة العلمية القيمة. فهل بارك الله. ختمت لنا بكلمة وأختها لنودع المشاهدين الكرام؟ أشكرك جزيل الشكر أستاذ أحمد، بارك الله فيك. وأتمنى إن شاء الله من الأخوة المشاهدين إذا عندهم أي تعليقات ممكن يقدموها، وأتمنى نكون قدمنا شيئا. نحن لا نقول قدمنا كل شيء، ولكن هي عبارة عن مداخلة بسيطة فقط حتى يستفيد منها الناس، ولعلنا نلتقي إن شاء الله ونناقش الورقة أيضا في جلسات مع الإخوة، وكذلك معكم في هذه إن شاء القناة الله. الطيبة. جزاك الله خير على هذا العمل الدؤوب المتواصل، بوركت واصل فيك. في هذه المسيرة. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ونشكر كذلك الإخوة أصحاب القناة المهتمين باللغة العربية. إن شاء الله. هذا أشكرك. شرف عظيم بالنسبة لنا نتواصل مع مثل هؤلاء الناس. بارك الله فيك، شكرا بوركت لك. سيدي، بوركت جزاك سيدي، الله خير. ونكمل ما تبقى من حديث في حلقات قادمات إن شاء الله. إن شاء أيها الله تعالى. الأحباب، لكم الشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.